هذا السؤال مهم بزاف ديال الناس كيخلطوا ما بين الجامعه الخاصه والجامعه الحكوميه. بالنسبه للجامعه الخاصه هو صراحه ما كاينش شي فرق كبير، يعني لي ديبلوم ديالهم في الاعتراف ديال الدبلوم ديالهم راه بحال هذه هي النقطه المهمه في هذا الشيء كامل. ولكن الجامعه الخاصه سهله الولوج، كتوفر لك السهوله ديال الولوج بسعر معين، يعني انت كتخلص باش تدخل لا ما تعنكش في الاجراءات ديال دوز هذا الامتحان، دير هادي كتجي ديريكتومون كتخلص فلوس وكتدخل، يعني بحال قلتي شريتي الراحه ديالك بدوك الفلوس. في حين ان الجامعه الحكوميه كتكون ارخص نوعا ما على الجامعه الخاصه، واخا دابا الاثمنه ما بقاش كيف ما كان. من قبل كانت الجامعه العموميه كان السيمستر واقيلا بشي 200 درهم 300 درهم شي حاجه بحال هكا، ودابا بدلوها ثاني ولات تقريبا شي 4000 5000 درهم. ملي كتجي تشوف ملي كتجي تضرب حساب كتلقى راسك كتلعب في نفس المونطون، يعني ماشي شي حاجه اللي ما كاينش فرق بزاف، ولكن فيها شويه ديال التعنكيش. التعنكيش هذا هو امتحان ديال اليوس والنقطه ديال الباك والنقطه ديال التومر، يعني اللي هو اللغه التركيه اللي كتكون اجباريه في ولوج الجامعات الحكوميه. هذا بالنسبه للجامعات اللي كيقريو بالتركيه في الجامعات الحكوميه، والجامعات اللي كيقريو بالونجلي غالبا ما كيطلبوا شي امتحان من الامتحانات الدوليه ديال اللغه الانجليزيه بحال التوفل بحال الايلتس. غير هو الايلتس ما بقاش معترفين به هنايا في تركيا. طبعا الجامعات الخاصه ما كيطلبوش هذا الشيء كامل، كيطلبوا غير حتى المعدل ما كيطلبوش، يعني 10 في الباك راه كافيه انك دير الديبارتمون اللي باغي، هذا هو لافونتاج فهمتي. وحاجه اخرى ما كيطلبوكش على الامتحان ديال اليوس، ولكن الا كنتي غتقرا بالونجلي كيطالبوك او لا تركيا كتكون مجبر انك تدوز امتحان. ما كان يعني واخا ما عندكش انت شهاده تثبت اتقانك للغه سواء الانجليزيه او التركيه، كيعطوك فرصه انك تجي للجامعه وكدوز امتحان سواء ديال تركيا ولا اللونجلي. كدوز امتحان نجحتي فيه راه كتقرا الديبارتمون ديالك، الا ما نجحتيش فيه راه كتقرا عام ديال اللغه او لا سيمستر ديال اللغه، ومن بعد كاين عاوتاني امتحان اخر كدوزو، الا ما نجحتيش فيه كتزيد السيمستر الاخر. ولكن في هذه النقطه بالضبط كاينين شي جامعات مع الاسف شي جامعات خاصه، يعني ما كنهضرش على كل شيء، ولكن بعض الجامعات اللي كيتعمدوا انهم ما يعطوش نقطه للطالب باش يقرا عندهم اللغه الانجليزيه.